بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي الى كل اخواتي جماهير الابيض الملكي. يا رب تكونوا بخير، والايام الجايه تجلب لنا كل خير وسعاده علينا وعلى نادينا ان شاء الله. النهارده كالعاده جايب لكم كل الاخبار الخاصه بنادي الزمالك والمتعلقه بنادي الزمالك، اخبار عن فريق الكوره، اخبار عن المدير الفني، اخبار عن الفتره الجايه. هنكشف الاشاعات اللي بتدار حاليا، المؤامرات اللي بتدار عشان الاهلي واتحاد الكوره يوصلوا لهدفهم. كل ما يخص اللي بيدور في الساحه الرياضيه حاليا. النهارده حلقه دسمه جدا ان شاء الله تعجبكم. يا ريت تتابعونا لاخر الحلقه، ان شاء الله باذن الله هنكشف لكم حاجات كتيره جدا وهيوصل لك كل الاخبار عن نادي الزمالك. يا ريت في الاول ما تنسوش دعم القناه باللايك والشير، اشتراكك مهم جدا. اشتركوا في القناه، دي قناه الزملكاويه وللزملكاويه. يا ريت تدعمونا باشتراكاتكم وباللايك والشير عشان صوتك وصوتي يوصل، وهي دي قناة انا بعتبرها للجماهير، يعني صوت الجماهير. فاشتراكك مهم جدا واللايك والشير مهم، وان شاء الله باذن الله الحلقة دي هتكون حلقة حلوة. النهاردة هبدأ سريعا. انتوا عارفين في برنامج كده بيعملوا واحد زملكاوي واحد اهلاوي، اللي هم الخضري والقوصي. طبعا انتوا عارفين القوصي شغال في النادي الاهلي كاعلام، والخضري كان شغال قبل كده في نادي الزمالك، ومن ساعه ما مشي من نادي الزمالك وهو بقى يعني بيميل شويه كده للاهلي. المهم ده مش مشكله. آه، وقفت بس عند تصريح كان القوصي بيقوله. وبيقول المفروض ان الزمالك ليه ما يرسلش تهنئه للنادي الاهلي بمناسبه احتفال النادي الاهلي بالعيد السنوي بتاع كل سنه بقى، ولا كل 10 سنين للنادي الاهلي. والكوره لازم تبقى قبل اي حاجه، كره القدم دي اخلاق ولازم تجمع، وبتدل على الشرف وكرامه ومبادئ وقال حاجات كده مجعلصه كتير. وعايز يجيب الخطأ على نادي الزمالك انه ما قدمش تهنئه على النادي الاهلي. انتوا متخيلين يا جماعه عايزين يوصلونا لايه؟ والمشكله ان الخضري اللي المفروض محسوب على الزمالك بيوافقوا في الراي، وبيقول له المفروض كان الزمالك يبعت تهنئه لنادي الاهلي. طيب، ما في عهد اللجان كابتن حسين لبيب بعت تهنئه للنادي الاهلي، قابلوها بالسخريه والتريقه على القناه الرسميه لقناه النادي الاهلي، اللي خلت الراجل يسحب التهنئه بتاعته ويطلع البيان المشهور بتاع العامه والسوقه. يعني ووصف الاهلي وادارته بانهم عامه وسوقه، يعني من الاخر يعني انتوا فاهمين. طيب، الروح الرياضيه والاخلاق، هل دي بتنطبق ان جمهور الاهلي لما طلع شتم شيكابالا في ماتش فاركو اللي الزمالك مش مشارك فيه وملوش علاقه بيه، وقعد يشتم شيكابالا طول الماتش وبهتافات عنصريه، والاهلي ادارته ما طلعتش قالت حتى قدمت اعتذار او حتى قالت لجماهيرها ما يصحش اللي انتوا بتعملوه ده، ولا حتى نزلت بيان؟ فين الاخلاق الرياضيه وفين الحاجات اللي انت بتتكلم عليها دي؟ عشان المفروض ان انا اروح اهنيك عشان بتشتمني؟ ولا خالد مرتجي اللي مرتين عضو مجلس اداره الاهلي يطلع يغلط في الزمالك ويهين في الزمالك وفي جماهير الزمالك ونظام المكايده، وكمان بيزيف التاريخ، ومفيش حس ولا خبر ولا حد قال ايه اللي بيحصل ولا في اي حاجه، ولا حتى اداره الاهلي قالت له انت بتعمل ايه ولا اي حاجه؟ يعني انا مش فاهم. طيب، هنسيبنا من كده، ده انا بس كان ردي عليهم سريعا عشان اكشف لكم التناقض الاعلامي. حتى اللي محسوبين على الزمالك بيطلعوا ينتقدوا الزمالك عشان بيجامل الاهلي. يعني انت متخيل محسوب عليك زملكاوي بس هو بيجامل الاهلي. طيب، بالنسبه للموضوع التاني معانا، اتحاد الكوره الطائره يكشف مؤامره اتحاد الكوره المصري. يعني اتحاد كرة الطايرة كشف مؤامرة اتحاد كرة القدم المصري. ازاي؟ في ماتش ما بين الزمالك والاهلي في الكاس، في نهائي الكاس في كرة الطايرة. اتحاد كرة الطايرة عشان حساسية الماتش طلع قال الماتش حساس جدا، فأسند التحكيم في الماتش ده لطاقم تحكيم أجنبي عشان يرفع الحرج عن التحكيم المصري وعن الجميع، وعشان ما حدش يتكلم سيام بقى تتحسب هنا او هنا.
بس هم طبعا عاملينها برضو لصالح يعني هو عايز يعني الاهلي ما يبقاش له عذر، يعني هو عارف ان الاهلي لو الزمالك كسب الكاس كمان، لان الزمالك خد دوري كرة الطائرة، فهو مش عايز يدي للاهلي فرصة للاعتراض، فجاب طاقم تحكيم اجنبي. دي بطولة كرة طايرة. امال كرة القدم اللي كل الناس شغوفة بيها، يعني كرة الطايرة مع احترامي ليها الاعلام مش قوي عليها، الجماهير مش مسلطة يعني، او الجماهير مش متابعاها قوي، وبرغم كده الراجل بيفكر ازاي. واتحاد كرة القدم عايز يسند حتى الان التحكيم في ماتش السوبر لطاقم تحكيم مصري. دلوقتي افتكر اتحاد الكرة المصري ان احنا عايزين نساند الحكام امتى؟ ماتش بيراميدز نهائي كاس مصر اللي ادوه للاهلي، وكمان ماتش السوبر اللي عايزين يدوه برضه للاهلي. يعني انا مش فاهم، هو مساندة التحكيم المصري ما بتجيش غير في نهائي الكاس اللي بيبقى مشارك فيه الاهلي، او سوبر مشارك فيه الاهلي، وبعد كده ما يبقاش فيه مش فاهم مساندة لاي تحكيم. ويطلع كل يوم علينا واحد من اتحاد الكوره، من مسؤولين في اتحاد الكوره، من مجلس اداره اتحاد الكوره، ويقول لنا ايه؟ لازم نقف وندعم التحكيم المصري، الاتجاه السائد التحكيم المصري. وبعدين لما يلاقي فيه ضغوط يقوم رامي الكوره في ملعب الخبير الاجنبي اللي هو اسمه بييرا، اللي هو واخد اجازه، يعني جايبين خبير اجنبي قاعد بياخد اجازات. بس انا مش عارف هو اضاف ايه للتحكيم. يعني التحكيم زي ما احنا شايفين هو اضاف ايه؟ هو بياخد فلوس بس، يعني هو بياخد دولارات في عز ما البلد ما فيهاش دولارات، هو دي شغلته. وما بيطلعش غير بس ان هو بينحاز في الاتجاه عشان اكل عيشه، ويرمي الكرة في ملعبه ويقول لا ده بيرا هو اللي بيقول التحكيم يبقى مصري في السوبر. كأن بيرا ده منزل، هو خلاص اللي هيتحكم في الكرة المصرية، يقول مين اللي يحكم ومين اللي ما يحكمش على مستوى النهائيات. يعني هل هي دي مسؤوليته؟ يعني الماتش لو باظ هل بيرا ده مثلا نقدر يبقى مسؤول، نقدر يبقى فيه مثلا تعقيب عليه، او يقدر يبقى فيه مساءلة ان انت بوظت النهائي؟ انا مش فاهم. المؤامره واضحه وصريحه، هم عايزين السنه دي يدوا كل البطولات للاهلي، لان كابتن بيبو الله عليه عيط السنه اللي فاتت وبكى كتير قوي، وتقريبا طلع يجي 150 بيان ودبدب في الارض، واتهم اتحاد الكوره ان هم سبب اخفاء الجواب اللي عيطوا عشانه وضيعوا منهم بطوله افريقيا، وقعد يقول البطوله ضاعت وهو خسرانين ملعب، يعني مفيش حاجه، يعني خسروا زي اي فريق بيخسر، بس ازاي الاهلي يخسر؟ هم عايزين يكرروا فضيحه ماتش بيراميدز في الكاس. وانا بنبه من دلوقتي اداره نادي الزمالك المفروض ان هي تصمم على التحكيم الاجنبي. طيب هنخلص من كده؟ لا، الاهلي زي ما قلت لكم مش نادي الدوله، الاهلي دوله جوه الدوله. الاهلي جماهيره احتكت واشتبكت بالامن في ماتش الرجاء، والاهلي وهو بيلعب الرجاء المغربي جماهير الاهلي اشتبكت بالامن المصري. طيب هل في عقوبات؟ احنا مش شايفين حاجه. هل في ان الاهلي ادارته طلعت قدمت بيان اعتذار للامن؟ هل في جماهير اتوقفت؟ دول حتى سمحوا لهم يعني رسميا ب50,000 في الماتش ده، 50,000 مشجع، ودخل اكتر من 70 او 80,000، يعني الاستاد كان مليان. وبرغم كده اشتبكوا وشتموا وسبوا واتخانقوا وكسروا. هو مفيش حد مسؤول في الدولة يقدر يعني يعاقب او يحاسب ادارة الاهلي او جماهيرها وحتى لاعبيها؟ حتى الان الخوف، يعني خلاص دي القصة بتاع جماهير الاهلي اللي محدش يقدر يعاقبها، ولا ادارة الاهلي اللي محدش بيحاسبها ولا يعاقبها، ولا ادار مال عام، ولا ميكيسوني اللي قاعد في البيت بياخد فلوس، ولا برونو سافيا ب 2 مليون ونص دولار، ولا القصص دي كلها. لا لا لا، مفيش حساب. مش مهم اداره المال العام، مهم الاهلي يبقى مبسوط، ويبقى كابتن بيبو قاعد مبسوط عشان ما بيعيط وبيدبدب. يا جماعه هنعمل له ايه طيب؟ ما علينا. عقوبه كهرباء بعد ما لجنه الانضباط طلعتها، لجنه الانضباط لو تفتكروا الحلقه اللي فاتت انا منفرد قلت لكم ان لجنه الانضباط عليها ضغوط قويه وهتقال او هتقدم استقالتها منعا للحرج، لكن هم اقلوها. ليه؟ عشان ازاي اتجرأت وعاقبت كهرباء العقاب ده، لا وكمان عاقبت نادي الاهلي، فطبعا ادوهم السكه. دلوقتي لجنه التظلمات قدام نفس الوضع، هياخدوا السكه ولا
تريحونا وما تطلعوش عقوبة كهربا الوقف الا بعد ماتش الزمالك. طبعا كان رأي لجنة التظلمات في عقوبة امام عاشور اللي هي نفس اللجنة، اللجنة قالت في عقوبة امام عاشور ان النقد او الطعن على العقوبة ما يوقفش العقوبة. في حالة كهربا قال لك لا يوقف العقوبة. طب ازاي؟ احنا متوقعين ان احنا هنلاقي عادي كهربا في السوبر بيلعب، والقرار مش هيتاخد الا بعد السوبر، وهيبقى في تحكيم مصر. احنا متوقعين وان كده هيكسبوا الاهلي. احنا خلاص بجد زهقنا، والناس كلها بقت عارفه على فكره، وبقت القصه مسخه قوي 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 قوي. يعني ظلم السنين. يعني انا من ساعه ما وعيت على الدنيا والسيناريو بيتكرر، كل ما الزمالك يبدا يفوق ياخد بطوله التانيه لازم يتحل مجلس اداره، لازم يبقى في عقوبات، لازم يبقى في مخالفات، لازم يبقى في حجز على ارصده، لازم قضايا، لازم حوارات كتير. المهم ان الزمالك ما ينفعش يستمر. طيب في حرب تكسير عظام، حرب بجد يا جماعه، تكسير عظام ما بين المستشار مرتضى منصور ووزاره الشباب والرياضه. وزاره الشباب والرياضه طلعت قرار العزل بناء على الحكم القضائي. بس دلوقتي وزاره الشباب والرياضه قالت ايه؟ وزاره الشباب والرياضه قالت ان لازم على مجلس اداره نادي الزمالك يطلع قرار عزل المستشار مرتضى منصور، ويدعو في اقرب جمعيه عموميه للانتخابات على مقعد الرئيس ومقعد النائب. بس الكلام ده في خلال قد ايه؟ في خلال 60 يوم من ساعه اختار الوزاره. طيب رد كان مجلس اداره الزمالك ايه؟ الصمت، ولا كأن ما جاتلهمش ولا اختار ولا اي حاجه. مستشار مرتضى طب رده ايه؟ قال كل الكلام ده مش قانوني، وانا موجود زي ما انا وهكمل، وبيلم توقيعات من الاعضاء على ان الاعضاء رافضه عزل المستشار مرتضى منصور. طب هل التوقيعات دي بصفتي بقى محامي توقف القرار؟ انا بقول لكم لا، التوقيعات دي يعني شكليا ضغط بس مش اكتر، لكن هي ما توقفش القرار العزل. طيب في حالة لو مجلس الادارة ما عزلش المستشار مرتضى منصور في الفترة القانونية اللي هي 60 يوم اللي الوزارة مديها لهم، هل ممكن الوزارة تعاقب مجلس الادارة؟ مش هيبقى عقاب، بس هو فعلا الوزارة متحفزة. الموقف دلوقتي ان انت بتتكلم في قرار طلع وزاري. الوزارة دي يا جماعة بتمثل دولة، فالقرار الوزاري ده لو انت ضربت بيه عرض الحائط انت مش النادي الاهلي. لو النادي الاهلي تمام مفيش مشكلة. قبل كده شالوا مجلس النادي الاهلي مجلس ادارته وعينوه، يعني شالوه عشان مخالفات مالية وحطوه كلجنة معينة، يعني هو نفس المجلس عادي، وشالوا الوزير اللي هو كان كابتن طارق ابو زيد. لكن في الزمالك الوضع مختلف، الزمالك عادي بيتضحى بيه. فكان طبيعي ان احنا ممكن نشوف حل المجلس اداره نادي الزمالك. هل الوزاره ممكن تطلع بقرار عنتري وتقوم حل مجلس اداره نادي الزمالك في حاله ان مجلس اداره الزمالك ما نفذش قرار الوزاره بحل بعزل المستشار مرتضى منصور؟ قدامهم 60 يوم من ساعه ما جالهم الاخطار. 60 يوم اساسا يا جماعه، من دلوقتي لغايه 60 يوم المفروض اقرب جمعيه عموميه على شهر 7 الجاي. يعني في خلال ال 60 يوم دول اساسا هيبقى فاضل على شهر 7 اسبوع او اسبوعين. يعني لو المستشار مرتضى فضل مستمر قبل ال 60 يوم دول وجي قبليها بيوم قاموا مطلعين قرار بعزله وتعيين قائم بالاعمال، ما هو خلاص بعديها باسبوع هينزل الانتخابات. لكن انا جايالي معلومات ان في مسؤولين اتدخلوا عشان الموقف بقى شكله يعني سيء جدا. الوزارة طلعت قرار بناء على حكم قضائي، ومجلس إدارة الزمالك مش عايز ينفذ، والمستشار مرتضى بيروح شغله عادي ومش عايز ينفذ هو كمان، وبيتحدى علنا قرارات الوزارة، والجمعية العمومية واقفة مع المستشار مرتضى وبتسنده. فالموقف صعب جدا. ففي مسؤولين اتدخلوا وبيحاولوا يقنعوا دلوقتي المستشار مرتضى منصور انه يوافق على العزل، مقابل ان انت كده هتنزل
في الانتخابات التكميليه دي وهتنجح. فهو بيقولوا لي يعني بلاش يبقى الصدام بالمنظر ده، وكده كده شهرين وهترجع. دي اخبار الله اعلم، دي يعني ممكن في الكواليس. هو المفروض المستشار مرتضى هيطلع وهيقول بيان. هل البيان ده هيبقى فيه ان هو خلاص هيمشي وهينزل في الانتخابات التكميلية؟ هل هيقول حاجات تانية ويكشف حاجات؟ معرفش. لكن احنا السامع جاي لي من جوه نادي الزمالك ان في مسؤولين كبار اتدخلوا عشان يخلوا المستشار مرتضى منصور يوافق على العزل مقابل انه ينزل في الانتخابات الجايه بدون اي مشاكل. اشاعه ان في لجنه مؤقته، دي اشاعه يا جماعه. مفيش حاجه اسمها لجنه مؤقته، ما ينفعش قانونا اساسا. ده مجلس منتخب ما ينفعش يمشي ولا يتحل الا بمخالفات. فهو حتى الان المجلس ما عملش مخالفات عشان يتحل، فالمجلس قاعد لغايه سنه 2025. فكل الكلام ده هو لازم قبل اي ماتش اهلي وزمالك الاشاعات هتنتشر. امام عاشور راجع الاهلي، ده مصطفى محمد راجع الاهلي، يوسف اسامه مضى لبيراميدز، سيف جعفر مضى لبيراميدز، مش عارف مين رايح فيوتشر، 2 لعيبه ضربوا بعض. هتسمعوا اي كلام قبل ماتش الاهلي، كل ما يقرب الاشاعات هتزيد. طيب هنخش بقى في اخبار نادي الزمالك. طيب اخبار نادي الزمالك يا جماعه فيها تغييرات. ايه هي؟ اولا كل الاخبار اللي بتتجاب ان الزمالك بيفاوض لعيب افريقي، ان الزمالك بيفاوض لعيب في الدوري المصري، الزمالك قعد مع فلان الفلاني، الزمالك قعد مع وكيل، كل ده كذب. كل ده كذب. المدير الفني خوان كارلوس اوسيريو، الراجل ده يا جماعه شخصيته قويه وبيفرض شخصيته على اللاعبين وعلى الاداره. هو رفض رفض تام انه يشوف اي لاعب ولا فيديو ولا شرايط، وقال لهم ادوني فرصه الاول اشوف اللعيبه اللي عندي. طيب الاداره طلبت منه انه طب نجدد لمين وما نجددش لمين، زي سيف ويوسف والمسلوس اللي عقودهم بتنتهي. قال لهم ما اقدرش اقول، على الاقل ادوني لغايه اخر شهر مايو الجاي، اخر شهر 5. ولذلك الراجل مش راضي يديهم اي عقد نافع. وفي اتجاه اساسا ما بين الراجل وما بين لجنه الكوره ان اللعيبه المحترفه اللي هتيجي هتبقى من قاره امريكا الجنوبيه. ليه؟ الراجل ده يا جماعه اساسا مش مدرب وبس ولا محاضر وبس، الراجل ده كمان يعني تقدروا تقولوا من اهم الكشافين في قاره امريكا الجنوبيه. يعني الراجل ده قاره امريكا الجنوبيه اللي هي كولومبيا، المكسيك، كل امريكا الجنوبيه. الراجل ده عارفهم لعيب، وهو من الناس اللي بترشح الانديه لاعبين، فهو سكاوتنج عالي جدا. فالراجل ده هتبقى وجهه نادي الزمالك السنه دي تجربه جديده خالص، هتبقى تجربه امريكا الجنوبيه او امريكا اللاتينيه. فهنشوف ان شاء الله لاعبين بيمتازوا بالقوه والمهاره والسرعه. اللاعبين دي مشكلتهم حاجه واحده بس، لعيبه امريكا الجنوبيه، ان هم عصبيين، لان هم بيلعبوا تقدروا تقول بغل وبقوه شديده، ما بيحبوش الخساره. فدي ميزه وعيب، لانهم بياخدوا انذارات بسبب ده. لكن الراجل زي ما قلت لكم ما اداش عقاد نافع ولا محلي ولا افريقي ولا القصص دي خالص. ولو الزمالك هيجيب ممكن يجيب لاعب واحد من افريقيا، لكن بقيه اللعيبه الاجانب هيبقوا كلهم من امريكا الجنوبيه. موضوع سيف ويوسف، سيف هو الاقرب للتجديد. يوسف حتى تصريحات كابتن اسامه نبيه، يعني المفروض يا كابتن انت من كباتن نادي الزمالك، لكن كابتن اسامه نبيه للاسف تصريحاته ما بيقولش لا ده ابن النادي ولا مكمل او كده. القرار في ايد مجلس الاداره، لكن احنا كده كده في انتظاره، احنا مع الزمالك لغايه واحنا عارفين ظروف الزمالك وفي مشاكل دلوقتي وازمات، فالتجديد صعب دلوقتي. انا اتكلمت كتير وناديت الاداره كتير انها تخلص التجديد لسيف ويوسف، لان دول قطاع ناشئين نادي الزمالك، فدول من اصول نادي الزمالك. يعني دي اصول ثابته في نادي الزمالك. اللعيبه دي حتى لو انت عايز تطلعه اعاره، لكن ما يمشيش فري. فربنا يسهل ان شاء الله ويتحسم. بس هو المدير الفني حتى الان هو موافق على التجديد يوسف وسيف،
لكن مش قرار نهائي، هو عايز ياخد فتره عشان يشوف لاعبين. اذا كان هو ما يعرفش لعيبه الزمالك هيجيب لعيبه من بره. يعني اللي بيقول لك الزمالك بيفوض فلان وفلان، الراجل ما يعرفش لعيبته لسه، ما حفظهمش. يعني بدل ما يبص على لعيبته ويحفظ لعيبته هيبدا يبص على اللعيبه اللي بره. طيب الراجل فرض شخصيته بقوه جامده جدا يا جماعه، عقوبات قاسيه قوي قوي لاي حد هيتاخر عن المران. تاني مرة هيقرر تأخيره عن المران، يعني أول مرة هتبقى غرامة مالية كبيرة جدا، ممكن توصل ل 100 و 200 ألف جنيه في التأخير. تاني مرة هيبقى التجميد، يعني ولا أساسي ولا احتياطي، وقال مهما كانت الأسماء. المدرب مقتنع جدا بناصر منسي، وبيعمل معاه جلسات مستمرة وبيحفزه وبيعمل في التمرين ليه فقرات، يعني فقرات بدنية وفنية، وبيوجهه وعايز يطور من ناصر منسي، وهو معجب بناصر منسي. المدير الفني خلاص الكولومبي اعتماده هيبقى الاساسي على محمد صبحي، مع تقديره لمحمد عواد. يعني هو معجب بمحمد عواد، لكن هو شايف ان محمد صبحي هو رجل المرحله حاليا. فالفتره الجايه انتوا هتبقوا شايفين محمد صبحي هو الاساسي. قائمه الزمالك نزلت، اللي هتلاعب بكره ان شاء الله. عندنا ماتش مع سيراميكا ان شاء الله الساعه 9 او 9 وربع. الدفاع الجول عواد، محمد عواد او محمد صبحي. حارس المرمى الدفاع حمزه المسلوسي، عمر جابر، الونش، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، محمد طارق، حاتم سكر. مش عارف ليه استبعدوا يعني محمود شبانه، كنت اتمنى يبقى محمود شبانه يعني من ضمن كتيبه الدفاع، لانه فعلا يعني يستحق فرصه. الوسط دونجا ورؤى وسيف جعفر وسيد نيمار واحمد سيد زيزو وشيكابالا وابراهيم نضاي. لكن احمد سيد زيزو احتمال بنسبه كبيره جدا مش هيبدا اساسي، وممكن ما يشاركش خالص. يعني ممكن الراجل بس يبقى حاطه يعني في حاله الاحتياج الشديد قوي، لان هو خايفين عليه عشان ماتش الاهلي. الهجوم ناصر منسي وسيف الجزيري ويوسف اسامه نبيل. المستبعدين فتوح، وفتوح كان عنده كدمه في الظهر قويه، وهم مش عايزين يستعجلوا عليه عشان بيجهزوه لماتش السوبر. عبد الشافي وعبد الله جمعه وعمرو السيسي للاصابه. مصطفى الزناري ومحمود شبانه واحمد بالحاج لاسباب فنيه. وان شاء الله باذن الله نتمنى بكره الفوز لنادي الزمالك، واتمنى ان انا اكون لمت لكم كل المعلومات عن نادي الزمالك وما يدور على الاخبار عن نادي الزمالك، ونكشف دايما فضايح ومهازل الاهلي واتحاد الكوره. وربنا يا رب ان شاء الله يكرم الزمالك بكره. ولا تنسونا في الاشتراك في القناه ودعمكم باللايك والشير، واشوفكم ان شاء الله بكره بعد الماتش، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.